خرافات في علم الولادات. هل الجنين ونوعه سواء ولد او بنت بيأثر على امه وشكلها؟ ممكن يأثر، لكن في حدود معينة. بيأثر في ايه بقى؟ ان الست لو هي حامل في ولد، الولد ده بيجي من الشهر الرابع بتتكون عنده الخصية بتاعته. الخصية بتاعته بتطلع هرمون ذكورة اللي هو هرمون التستوستيرون. التستوستيرون ده كأن راجل جوه الست، وبالتالي بيكون له تأثيرات زي نمو شعر زايد شوية في جسمها، زي وقوع شعر الراس، زي تورم بسيط في الجسم، ممكن مثلا التورم في المناخير، في الوش، زيادة في حجم العضلات، ممكن شوية عندها الكتاف بتعرض شوية. كل دي أعراض وجود هرمون ذكورة بتنتهي تماما بعد الولادة وبعد خروج الجنين من البطن. تقريبا في خلال 3 أو 4 أسابيع بتكون هرمونات الجنين اللي فرزها في دم امه خلاص راحت، وبترجع الست لطبيعتها تاني. البنت لو امها حلوه هي هتطلع حلوه زيها؟ لا، مش شرط، لان كل جنين هو بيتبع جينات معينه اتكونت منه، سواء بياخدها من امه، من ابوه، من عمه، من خالته، من جده، بياخدها من طرف ممكن حد بعيد خالص في العيله. فالجمال سواء جمال الاب والام مش مرتبطين ببعض خالص، ان الجنين يطلع حلو او وحش زيهم. طبعا ربنا ما خلقش حاجه وحشه، لكن نتكلم شكلا ان الجنين بيطلع شكل لحد معين في العيله. حد ده مين؟ الله اعلم.